السلام عليكم، كيفكم أحبابنا في كل مكان؟ أهلا ومرحبا بكم في مهرجان جدة الدولي. ما شاء الله، المهرجان أنا ما تخيلت إن هو كبير وفيه كل شيء. أسواق، سجاد، جلسات، ألعاب أطفال، طرب وغنى ومطاعم وأكلات، في كل شيء. هو الدخول مجانا، لكن ممنوع تدخلي معاكي أكلات ولا عصيرات ولا شراب ولا أي شيء. يفتشوكي وانت داخله. وهنا معانا الأطفال ما شاء الله مستمتعين وفرحانين، قاعدين يسوقوا في الموية. المهرجان قريب في حي الواحة، في برحة كبيرة، وعلشان الجو حلو ف مسوينه مهرجان. لعبة الأطفال ب10 ريال وفي ب15، وجلسات ومطاعم وأكلات. تدخلي تشوفي كل شيء، حلويات واكسسوارات وملابس وسجاد وجلسات وألعاب أطفال، كل شيء تلاقيه. سوق متكامل ما شاء الله. وهنا الزحاليق والموية، كل شيء تلاقيه. بس عجبني كتير ما شاء الله. الأطفال استمتعوا وإحنا كمان استمتعنا. هنا الكشك حق التذاكر، اللي يدخل هنا بيت الكور أو الموية أو الزحليقة لازم تاخدي كوبونات تذاكر. تجيك التذاكر ب50 ريال، يدخلوا الألعاب كلها والأكلات والجلسات. تقعدي تبغي براد شاهي، عصيرات، كل شيء موجود، وبطاطس وبليلة وكل شيء. حتى المكياجات تلاقي، عبايات، ما كل شيء ما شاء الله. هنا الإكسسوارات. الأطفال بيلعبوا، أنا رحت اتمشيت وقعدت أتفرج. الخواتم على 10 ريال، والأساور كله على 10 ريال. وفي عنده شنط وأشياء حلوة كتير. هو المهرجان في فترة الشتاء، الوقت بيكون حلو، والجو بيكون بارد حلو كده، فالناس مستأنسة وبيكون في مهرجان. بيجي الحر والصيف طبعا بيشيلوه بيحطوه في مكان تاني، يعني هذا موسمي. ما شاء الله، دخلت لقيت ناس كتير وحريم جالسين في الأرض وفرشين حصير وقاعدين في الأرض ويتقهووا. ما شاء الله، مرة حلو كبير. وهنا فاكهة ما شاء الله، حبحب وخضار وتين علبة التين على 20 ريال، والحبحبة برضو 20 ريال. وبخور، كل أنواع البخور، عودة حضرمي، بودرة، خشب كده حق العودة. من كل الأنواع تلاقيها البخور. الحجر والبودرة الناعم والمجبوس، كل شيء تلاقيه.
والزحاليق والمراجيح ما شاء الله. وفي غنى طبعا، طرب وغنى تلاقيه في كل مكان، الأصوات عالية. بس بصراحة يعني استمتعنا، والأطفال استمتعوا أكتر ولعبوا. ودبابات. وهذا بيت القطور، يركبوا عليه ويقعد يتهز لين ما يطيحوا من عليه. بس ما شاء الله أمان، كل لعبة عليها سكيورتي وأمان ومبطن كله، يعني عشان الأطفال لا تطيح ولا تنجرح وتتعور، فكله أمان. والأشياء مرة حلوة، والبرحة كبيرة جدا، مساحة كبيرة. وهنا القسم هذا حق المطاعم، مطاعم أكلات جيزانية ويمنية ومصرية وشاورما، وكل الأكلات تلاقيها، وعصيرات. وهنا البطاطس والبليلة، كل شيء تلاقيه ما شاء الله. وهنا جلسات، وما شاء الله جلسات على الكنب أو جلسات في الأرض، وتقعدي تتقهوي وتطلعي وتستمتعي. مرة حلو، الجو حلو. ومانتو فرموزة، كل الأكلات تلاقيها، وبأسعار حلوة مناسبة، يعني ما في شيء غالي. تحس إنك في عيد. ما شاء الله حلويات غزل البنات والفواكه وحلاوة التفاح وحلويات كتير ما شاء الله. تحسي إنك في عيد، في بهجة العيد. بس استمتعنا، والجو كان حلو وبارد ما شاء الله. وهنا بيتزحلقوا الزحاليق ما شاء الله عالية، واحنا قاعدين قدامهم. لا، وكمان في بيت الرعب. عبودي مستمتع ما شاء الله. بس بيت الرعب للكبار. كل لعبة لها تذكرة. أنا داخلة مع بنتي إن هي ملاهي صغيرة يعني حقت أطفال. دخلت لقيت مهرجان وغنى وطرب وأكلات وجلسات ما شاء الله. مرة حلو، عجبني الأجواء وهنا كانوا يغنوا ما شاء الله ويرقصوا الطرب. ما شاء الله. ايوه ايوه. مع الأجواء كانت حلوة وسعيدة وكأنك في عيد. استمتعنا، وحلوة يعني ما هي بعيد، قريبة من البيت.
الله يسعد أوقاتكم وأيامكم، وإن شاء الله دايما يا رب يكون في المهرجانات والأيام الحلوة، ورب يديم علينا الأمن والأمان والسعادة ويفرح الجميع يا رب. المهرجان ما كان للصغار بس، للكبار وللصغار، واستأنسنا وفرحنا ما شاء الله، وطرب وأغاني. بس الواحد يروح يعمل حساب ويكون ما شاء الله مالي جيوبه، علشان كل شيء بالفلوس. المراجيح والأكلات والعصير والغزل البنات انتوا عارفين الأطفال بتشبط في الألعاب بس يبغوا يشتروا ألعاب. هنا جالسين قدام الساحة حقة الطرب والغنى. ما رضيت اطلع صوت الغنى، ما شاء الله صوته عالي جدا، وكمان عليه حقوق طبع ونشر، فما له داعي. يلا انا صورت لكم المهرجان عامه كله، والاطفال في بيت الكور والزحاليق والمسبح. هنا ما شاء الله بيغنوا ويرقصوا. واحد بيغني لكل الفنانين ما شاء الله وصوته حلو. فقعدنا متى قرب الساعة 1 ما شاء الله، إلين ما الناس مشيت. كانت الجو حلو والجلسة حلوة، فكانت قعدنا. وهي هذا بيت الرعب. ويبيعوا كمان زرع وسجاد وملابس وعبايات، كل الملابس تلاقيها. هذا بيت الرعب. بس تسمع الموسيقى تخافي. ما ينفع للأطفال طبعا، هذا للكبار. جوا طبعا موسيقى مخيفة، مع ناس واقفة، مع ناس تشدك الأطفال واقفين بس خايفين يدخلوا، وكل مكان له تذكرة.
في مدينة قريبة من البحر زيها كده هوت يعني، بس على أكبر وعلى إمكانيات أكتر. سيتي ووك اللي في جدة هنا يعرفوه، قريب من البحر وكبير، والملاهي ومسرح وغنى وطرب ومطاعم آيس كريم، كل شيء تلاقيه. تبغي تشتري حاجة تقعدي تلعبي إلين ما تكسبي لعبة. فبصراحة في أشياء في جدة سياحية، وجدة غير من جدة يعني. شكرا لكم على المشاهدة، يعطيكم ألف عافية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك واشتراك وكومنت محفز، وأشوفكم على خير حبيباتي، في أمان الله، مع السلامة.